السلام عليكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. حلقتنا اليوم مختلفة تماما، حيث أنها تحمل الكثير من الاعترافات من قبل العناصر التي دخلت إلى المجتمع بطريقة غير شرعية، ولا أريد الإطالة عليكم. تعالوا معي لنتعرف على أحداث الجريمة. سيدي أنا شفتها وحبيتها وجينا نتنفس عليها وصار يعني سيدي بعد. أيوه بعد أنا بدون لف ودوران. اسمك الثلاثي؟ سيدي استقبال الكاميرا. شوف قمشي، لا تخليني استخدم غير اسلوب. جر عدل، اسمك ثلاثي بسرعة. سيدي شاكر، شكر مشكور. شكرا. العفو سيدي. نشب قشمر، اسم مخلمة هذا. سيدي والله هذا اسمي. يلا هسه سكنك مواليدك. سيدي بحيلي حسين لين محطة البنزين مواليد 2000. لك انت شلونك زين تحشش على ضابط نجمتين، اليوم اخليك تعترف براشدين. سيدي والله جاي احكي لك الصدق. عافية، هيك اريدك تفيدني وافيدك. نعم سيدي. شاكر. منو بعد وياكم بالمجموعة؟ سيدي ويانا واحد اسمه نعيم يلقبوا القائد. حرس، بالله جيبوا له هذا نعيم. هلا سوي روحك كابتن ما طوبه وتضحك على العالم. ثاني شيء شنو هذا زيانكم؟ طلعة. شو اسمك؟ ايه ها؟ ايه علي، شنو لقبك؟ سيد كات. اخذوه نعيم اخذوه، ما يفيد. شاكر ليش زيانكم صفر؟ سيدي اوامر من القائد نعيم كان هنا. اي ليش يعني؟ سيدي حتى من يكبونا ما يعذبونا يكبونا من شعارنا. ماشي، ايش؟ هسه راح اشوفك التعذيب. اخ بويا اخ. وهسه راح نشوف اكتشاف الجريمة من قبل. بس أول شيء ممكن توضح للسادة المشاهدين شلون ألقيت القبض على هذا المجرم؟ طبعا من خلال جهودنا وجهاز مكافحة الإرهاب ذهبت دورية إلى المرقبات حتى يبردون قلبهم، فشافوا هذا الطنطر مكنك، ومن شاف الدورية تلاحقه حاول الهروب، فكانوا له بالمرصاد وأطلقوا الرصاص عليه وصوبوه برجله اليمنى كانها مرزيب، وطاحوا عليه دكة لحد ما جابوه جنازة، وهذا هو قدامك كان حصان. والآن أعزائي المشاهدين بعد ما عرفنا شلون تم القبض على المتهم، سوف يخبرنا الآن هذا الشريس عن كيفية دخوله إلى البيت وكيف قام بالعملية. سيدي دخلت منا زاد السودة دخلت منها زين بارك. ومنها سيدي من الدار. دخلت منها؟ ايه. وشلون دخلت بعدين؟ ايش سويت؟ ما ضاعت بالغرف؟ شنو بيها وش بيها؟ زين وبعد ما جيت منا وضوعت من البيت وشفت ايش بيه ما بيه، ايش سويت؟ يعني صعدت الدرج؟ ايه سيدي صعدت الدرج، صعدت للمنية برجل سيدي. زين وبعدين عفك من المنية، ايش سويت ما سويت؟ ايش رايك؟ كمل بنوادم. زين عوفك من هاي، اول ما صعدت منها قبل لا توصل للباب النوم ايش سويت؟ سيدي فتحت هذا الباب. زين. اول مره صعدت من الدرج فتحت هذا الباب لحد ما وصلت للمجنى عليها. سيدي بعد ما اقدر اكمل.
ليش ما تقدر متندم؟ اي والنوب متندم انت؟ لا سيدي ما متندم، لا بس حرامات هذول سيدي كذول. علاوي دارين مو شغلة داري، بس على كيفكم وياه شوية، جاي احقق وياه الولد ورا ما نكمل دارو براحتكم. هسه احنا عندنا كشف دلالة. ليش حرامات احنا نشوفك؟ سيدي انا اقول لك كظون موتون تموت، تقول ما شايفين كثر، خص هذا المدحدح انقلب علي ميسو وتقول باله طوبه وشوت بيه، موتون سيدي. علمك على ما نمدحدح، علمك انا علمك. زين هسه انت راح تشرح لي بالضبط من صعدت منه ايش راح تسوي؟ سيدي شو اكمل لك؟ كمل. سيدي انا خذيت اللي ريته منها زين. كتلته ودفنته هناك هذا اللي كان ورانا. يعني انت شنو القساوه اللي عندك؟ شنو من بشر انت؟ بس اريد افتهم، ما عندك ضمير، ما عندك احساس، يعني والله العظيم هسه انت عار على الرجوله، تعرف لو لا؟ انا راح اوقف من يمك شوي اخذ بريك، وراح يجي عائله المجني عليها يعني راح نشوف والله شنو راح يقول وشنو راح يحكي. حموده تعال حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل عدي، اتخذت البيضات، علما تاخذ الطياره. خذوه ان شاء الله ان شاء الله ما في شيء. صعدوا بالسياره، خذوه. حاليا سيادة العقيد بعد ما انتهى كشف الدلالة وبعد ما انتهينا من هذه السالفة، أنا حاب أعرف والمشاهدين هم حابين يعرفون شنو مصير السجين بعد ما أخذته. لاحظ التصوير؟ قطع. انت ما لاحظت احنا لابسين اصفر؟ ليش سيدي ما لاحظت؟ نعم لاحظت بالتأكيد، لكن لماذا؟ يعني بكت محصور ملبسين أصفر إذا حصلت مو أي إذا حصلت من وراء اذا ما حصلنا خالي لبس احمر شنقا. طيب. يعني هسه انتم تجيبون السجين حتى لو كان قاتل وحتى لو كان ذابح وحتى لو كان مغتصب، مصلحه. امشي مسوى حسب مصلحتكم. أي انتم راح مصلحتنا. تسوونه مصلحة. يعني تجيبونه اما وراء أي. واما ما وراء. بارك الله بك سيدي وشكرا جزيلا. والى اللقاء. باو علي هنا قول قائد. يلا قول قائد. شيخ يعني يا جايبني يا رابي وجريم. يلا بصير سريع ابو سريع. حتى لا طلع مسكين من ديري. محمد هذا بالكواليس. لا محمد عباس. ترى يومك راح نقرب. لا تصير الكواليس. انت ما لاحظت احنا كلام علاوي علاوي بروح الزارة كافي. بروح الزارة كافي. حسبي الله ونعم الوكيل عدي. هذا شوية. نبدي يعني لازم ناكل شوية فما يصير يعني. طبعا انا حايف الامتحان مالي وزيت اساعدهم. الله شاهد. كله على مود كله على مود التمثيل يعني ما انا وذا شيء. هاي الواجب وجاي. هاي مال هسه انا افضل. انت ما لاحظت لابسه ولابس اصفر؟ إلى هنا أعزائي المشاهدين قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة والتعلم أنه لا يجب السرقة من أين كان. ربك هاي شنو هاي؟ جبت لي سترة جديدة وقاط ما يخالف. البنطلون وين؟ وين البنطلون؟ صور وين البنطلون؟ تصدق تحكي يا معود؟